الكنافة. الكنافة من الحاجات الجميلة والحلويات اللذيذة اللي مرتبطة بمائدة رمضان. لما رمضان يجي نعرف ان في كنافة هتتحط على مائدة الفطار. وفي حكايات كتير بتقول ان الكنافة دي أكلة ملكية اتعملت في بداية الأمر للملوك. الحكاية الأولى اللي بتنسب الكنافة للمطبخ الشامي، لانه كان بيقولوا انه الكنافة اول مرة اتصنعت في الشام اتصنعت للخليفة معاوية بن ابي سفيان لما كان والي على الشام، وتقدمت له وكانت معروفة وقتها بكنافة معاوية. وفي حكاية تانية بتقول انها صنعت لأول مرة وقدمت للخليفة الاموي سليمان بن عبد الملك. وفي رواية تانية او حكاية تانية بتقول انها اول مرة صنعت وتقدمت كان في عهد المماليك. أما الحكاية الرابعة فبتقول إن الكنافة ابتكار مصري أصيل، وإنها اتصنعت لأول مرة في مصر أيام الدولة الفاطمية، وإنها اتصنعت في مصر قبل أي حتة تانية، وإن المصريين استقبلوا بيها الخليفة المعز لدين الله الفاطمي لما كان جاي لمصر، وقدموا له الكنافة من ضمن الهدايا اللي قدموها له لحسن الاستقبال. وده لأنها كانت تعتبر من الحلويات منخفضة التكاليف في الوقت ده. وبعد كده فضلت الكنافة تتطور من ايد لايد، واهل الشام حطوا فيها لمساتهم وبصماتهم، زي حشوها مثلا بالنوتيلا والجبنة، وعملوا منها الريد فيلفيت، وعملوا منها اشكال كتير وحطوا عليها زبدة. وبكده انتشرت الكنافة وبقت من أساسيات مائدة رمضان، ومن أهم الطقوس اللي أول ما يدخل رمضان علينا نقول إيه؟ هاتولنا كنافة، عايزين كنافة، الكنافة جت. وكده بقت هي حاجة أصيلة من عادات رمضان اللصيقة جدا، واللي الناس بتفرح بدخول رمضان علشان يجيبوها ويحطوها على مائدة رمضان ويحلوا بيها.